السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهارده هعمل معاكم بسكوت النشادر زي ما انت شايفة كده، بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات كلها بسيطة، وهيطلع معاكي مخرفش وحاجة كده زي الفل وطعمه خيالي. بس يمشي بالمقادير اللي هقولك عليها بالظبط وهيطلع معاكي مظبوط. اهم حاجة المقادير تكوني بالميزان علشان يطلع معاكي مظبوط وبالشكل ده وبالطعم ده. وده طبعا انا هعمل معاكم كمية 2 كيلو بس. طبعا دول مش ال2 كيلو، انا كنت واخدة شوية بس عشان التصوير، لكن ال2 كيلو ما شاء الله كمية كبيرة وحاجة كده زي الفل وسواه مظبوط من فوق ومن تحت وطعمه تحفة. كملي بس معايا للآخر، هقولك على كل حاجة وعملته ازاي ومكوناته والمقادير بتاعته كلها بالميزان. وأول حاجة نقول بسم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا معايا مقادير 2 كيلو دقيق، دول 2 كيلو دقيق اهو زي ما انت شايفة كده. عليهم 700 جرام من السكر البودر اهو. ومعايا هنا كيس من التانك وكيس من البيكنج باودر واربع اكياس من الفانيليا. اول حاجة اهو بالراحة خالص المقادير تمام. ومعايا هنا الزبدة 700 جرام من الزبدة تمام، اي نوع بقى انت بتحبيه. ومعايا 10 بيضات، يبقى 2 كيلو دقيق عليهم 700 جرام سكر بودر، عليهم 700 جرام سمنة، 10 بيضات، كيس بيكنج باودر، 4 فانيليا، كيس تانك. هنا أول حاجة بنجيب العجان وننزل بيه السمنة والسكر لحد ما نلاقي الخليط بتاعنا ابيض خالص. نبدأ ننزل واحدة واحدة بالمكونات. كملي بس معايا الفيديو للآخر عشان كل تفصيلة فيه وما تلخبطيش ولا تعملي حاجة غلط، والمقادير تبقى مظبوطة معاكي بالظبط. تقدري تعمليه في البيت ولا تجيبيه جاهز ولا تكلفي نفسك خالص، وهتعملي تكلفة نص ما هتجيبيه جاهز تمام. هنا بقى خلاص كان الخليط معايا ابيض اهو، دي الدرجة اللي احنا عايزينها خالص. اول ما تبيض كده هجيب معايا الاكياس الفانيليا، وزي ما قلت 4 اكياس فانيليا هنزل بيهم في الخليط كده. وبعد كده معايا البيض، وطبعا هنا البيض مش هنزل بيه مرة واحدة برضو، هنزل بيضة بيضة. ويفضل ان انت تكسري بيضة بيضة في الطبق، يعني البيضة اللي هتنزلي بيها اكسريها في الطبق الاول عشان تتفادي اي حاجة لا قدر الله البيضة تكون مش كويسة او حاجة، يبقى انت كده ما خسرتيش حاجة ولا كده. هنا بنزل بيضة بيضة، اول ما البيضة تختفي ابدأ انزل بالتانية. طب ما نفترض ما عنديش عجان وعندي مضرب كهرباء، عادي ما فيش مشكلة خالص اعملي بيه. ما عنديش مضرب كهرباء اعملي بإيدك، بس طبعا كل ما بتوصلي لمرحلة الإيد الوقت بيطول معاكي وكده، لكن عجان أو مضرب سهل عليكي على طول وبيختلط معاكي بسرعة. هنا زي ما انت شايفة اهو ال10 بيضات بيضة بيضة، ما تنزليش بيهم مرة واحدة، أول ما البيضة تختفي انزلي بالتانية، وهكذا لحد ما تخلصي الكمية. وزي ما قلتلك دي مقادير 2 كيلو من الدقيق، حابة تضاعفي الكمية هتضاعفي كل حاجة تمام اهو. زي ما انت شايفة كده هنا عليت السرعة طبعا اهو. بعد كده بقى هنا معايا ايه في المرحلة دي؟ معايا نشادر، ال2 كيلو دقيق عليهم معلقتين كبار من النشادر، ومعاهم ربع كوباية لبن. وهبدأ انزل بالنشادر في اللبن كده واقلبه كويس. وهنا بقى كنت هتنزلي كمان بكيس التانك بس انا نسيت هنا اصوره لكم. بتنزلي بكيس التانك مع النشادر مع ربع كوبايه لبن وتقلبيهم كويس وتنزلي بيهم على الخليط اللي في العجين. بعد كده بقى بجيب الدقيق واحط عليه البيكنج باودر، المواد الجافة دي، وهبدأ كده اقلب البيكنج باودر وانزل بقى بالخليط اللي انا عملته في العجان، اللي هو الدقيق والسكر والبيض وكده والفانيليا والتانج والنشاتر. هنزل بيهم بقى بعد ما اختلطوا مع بعض. طبعا مش هنعجن، خلي بالك كويس، مش هنعجن، بنلم العجين سواء قريبة او بتفور او بسكوت، بنلم العجينة. بكررها تاني بنلم العجين. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا ولسه ما تعرفينيش، انا رانيا دي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد. تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو انت معايا متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة. هنا كانت العجينة خلاص دي اتلمت، ودي اهيت القوام بتاعها زي ما انت شايفة كده، حاجة زي الفل ما شاء الله. ويطلع معايا مخلفش ومظبوط كأني جايباه من الفرن بالظبط. كل اللي هيدوقه هيحسبك عاملاه
جاهز، جايباه جاهز. هنا بقى هنبدأ نشتغل. أنا هنا عندي سواء مكنة يدوية أو بالكهربا، الاتنين هيطلعوا لِك نتيجة واحدة، بس دي كانت المكنة بالكهربا. هابدأ أفردها كده. أنا هنا يا جماعة كنت باعمله في البيت وأسويه في الفرن عادي، ما فيش أي مشكلة. فهنا بانزل أهوّة والتقطيعة دي بتاعتِك أنتِ، حابة تطوّلي عن كده تقصّري عن كده زي ما تحبي. أهو. أبدأ بقى أعمل الكمية كلّها، وال2 كيلو ما شاء الله عملوا معايا كمية كويسة، يعني عملوا معايا 5 صاجات ما شاء الله، حاجة كده زي الفل. اعمليه بالطريقة دي وبالمقادير دي وما تغيّريش حاجة، وأهم حاجة تكون المقادير بالميزان، علشان لو زوّدتِ نُص معلقة في أي حاجة بتفرق معاكِ في المقادير جدًا. فالحاجات دي يا جماعة لازمًا نلتزم بالمقادير. وهنا بقى بعد ما خلاص خلّصت وده كانت التسوية، وزي ما قُلت لِك طبعًا الكمية دي مش ال2 كيلو، أنا كنت واخدة بس شوية عشان التصوير، لكن الكمية معايا طلعت ما شاء الله حاجة زي الفل وكبيرة وطعمها تحفة. جرّبيه إن شاء الله هيعجبِك بالطريقة دي. وما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعّلي الجرس عشان يوصلِك كل جديد. وعملت معاكم الغريبة والبيتيفور وادي البسكوت، وإن شاء الله هاعمل معاكم الكحك كمان بمقادير مضبوطة. تابعيني بقى عشان تشوفي سلسلة باقي حلويات رمضان إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. وما تنسيش كده تصلّي على الرسول في الكومنتات وتقولي لي رأيِك كده لو جرّبتيه بالطريقة دي. ولو أي حد عنده أي معلومة أو ملاحظة عايز يقولها لي، ما فيش مشكلة، أنا باتقبّل أي كلام ممكن تقولي لي في التعليقات. يالّا أشوفكم على خير بقى في وصفة جديدة، ومع السلامة، وكل سنة وأنتم طيبين. آه، هنا بس أنا كنت قبل ما أقفل الفيديو حابة بس أجيبه عن قريب عشان أوريه لِك كده وأوريكِ تفاصيله وشكله، والّا طعمه تحفة ما شاء الله والله العظيم يا جماعة مش بابالغ في الكلام. جرّبيه بالطريقة دي وهتعمليه، حتى لو أنتِ أول مرّة تعمليه أو خايفة تعمليه لوحدِك، إن شاء الله بعد الطريقة دي هاخلّيكِ أستاذة فيه، وبعد كده مش هتحتاجي لأي حد تاني ولا تحتاجي تجيبيه من برّه، ولا تكلّفي على نفسِك كتير. أشوفكم على خير بقى ومع السلامة. سلام.